ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنكمل كلامنا عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. كنا خدنا المره اللي فاتت الانهيرتنس، وكنا خدنا الانكابسيوليشن. هناخد التو كونسبتس المهمين التانيين في الاو بي، الا وهما الابستراكشن والبوليمورفيزم. هنعمل ايه؟ هناخد انترو عنهم، وهنكمل في الابستراكشن، وبعد كده هنخش في البوليمورفيزم. طيب، as introduction في ال OOP زي ما اتخدنا المرة اللي فاتت، إن احنا ال OOP هو pro يعني style of coding، إن احنا بنستخدمه عشان نكتب شكل معين من الكود. طيب، أنا كنت اتكلمت قبل كده وقلنا إن ال OOP بتتقسم إلى concepts، 4 main concepts. تمام. كنا قلنا inheritance إن أنا يبقى عندي parent ونازل منه child 1 و child 2. سوري، child 2. وكنا قلنا الانكابسيوليشن ان الكلاس بتاعي عنده private attributes و public اللي بي يو بي ار و public methods. فانا اقدر اريستريكت الاكسس بتاع الاتريبيوتس واخليه بس من خلال الميثودز. زي ما كنا قلنا الاكزامبل بتاع الامبلوي، مش هينفع يبقى الاتريبيوت بتاع السالري حاجة اي حد يقدر يكسسها ويعدلها، بس ممكن يبقى عندي ميثود تشو السالري. يبقى انا كده عملت انكابسيوليشن. يبقى احنا اتكلمنا يعني المرة اللي فاتت عن الانكابسيوليشن والانهيرتنس، وده هيبقى الانترو للسيشن بتاعتنا النهارده، ان احنا هنتكلم عن الابستراكشن والبوليمورفيزم. طيب، ايه الابستراكشن؟ يعني ايه ابستراكت حد عن حاجه؟ يعني اقلل الديتيلز اللي بتتبروفايد لي. يعني ايه برضو؟ انا مش فاهم يعني ايه اقلل الديتيلز. يعني انا مش عايز ادخله في الديتيلز بتاعت الامبلمنتيشن. ابستراكته، اقول له ان ده شيب. مش لازم بقى اقول له ان الشيب ده 2D 3D عنده كام سايد. ده شيب، والفيتشرز اللي فيه اريا وبارامتر، وهو بقى يقدر يأكسس الفيتشرز ديت عن طريق الميثودز. لكن ما بدخلوش في الانترنال امبلمنتيشن. حتى لو هو اليوزر هو اكشوال سوفت وير انجينير، برضه بيوز الكلاس او بيوز اللايبرري بتاعتي، بس برضه مش عايز ادخله في الانترنال امبلمنتيشن بتاعي. بابستراكته عن ده. ليه؟ عشان اسمبليفاي الكومبلكسيتي واخلي الموضوع بيزد على الاسينشالز بس، الحاجات اللي هي محتاج يعرفها بس. يبقى انا بانفولف هايدنج الكومبلكسيتي، وبعمل exposing للنسيسري relevant features بس. طيب، حلو جدا الكلام ده. يبقى انا بفوكس اون الاوبجكت ده بيعمل ايه. الاوبجكت ده اللي هو الانستنس من الكلاس بيعمل ايه، مش ازاي بيعملها. يعني انا مهتم ان الاوبجكت ده عنده اريا وعنده بارامتر، دول ميثودز. مش مهتم هو بيحسبهم ازاي. يبقى انا عندي هاي ليفل ابستراكشن، ببص على اونلي الفانكشناليتي بتاعت الاوبجكت، مش ببص على الامبلمنتيشن بتاعها. وده بيسهل جدا اليوزنج بتاع الاوبجكت بتاعي، او ان انا استخدم الكلاس ان جنرال. اكريت من اوبجكتس، الاوبجكتس دي عندها شويه بروبرتيز وفيتشرز، مش مهتم الفيتشرز دي متامبلمنتها ازاي. ده بيحصل ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الابستراكت كلاسز والانترفيسز. يبقى انا لازم يكون عندي abstract classes عشان اقدر implement الكونسيبت بتاع الابستراكشن. طيب، حلو جدا. الابستراكشن في الاو بي بيحصل عن طريق موديول اسمه اي بي سي، abstract class abstract base class. وانا عشان اقول ان انا عندي abstraction، يبقى انا بديفاين abstract class، حاجه abstracted بسميها مثلا الكلاس ده اسمه شيب اس. ماشي، سوري، صح أنا كده. ماشي، اس جواه اريا ميثود، وجواه بارامتر ميثود.
بس الاكشوال امبلمنتيشن مش موجود. بس ده البيز، ده بنسميه البيز كلاس او الابستراكت كلاس. يبقى انا اي حد هيستخدم اي شيب في الدنيا هيبقى عارف ان انا عندي اريا وعندي بيريمتر. بس دولت مش امبلمنت، الامبلمنتيشن بيحصل في التشايلد بتوع الابستراكت كلاس. لازم يعمل حاجه اسمها اوفر رايدنج، ودي هناخدها في البوليمورفيزم. لازم يعمل اوفر رايدنج للميثودز اللي مش امبلمنتد ديت ويمبلمنتها، لان انا ما اقدرش اكريت انستنس من الشيب. ليه؟ لان الميثودز اللي فيه فاضيه. ادام الميثودز فاضيه ما اقدرش اكريت من الانستنس، doesn't make sense. بس اقدر اكريت انستنس من الناس اللي عملت اوفر رايدنج للميثودز الفاضيه ديت. ده بديفاين الميثود انها abstract method ازاي؟ عن طريق الكيورد abstract method at abstract method. دي كيورد بنستخدمها عشان نديفاين abstract method جوه الابستراكت كلاس. طيب، بنكريت ازاي abstract class و abstract method؟ اول حاجه بامبورت اي بي سي، او بامبورت او بعمل امبورت لللايبراري بتاعت اي بي سي اللي هي سمول، او بامبورت منها الكلاس اللي هو اسمه اي بي سي كابيتال. يبقى ده الكلاس ودي اللايبرري او الموديول يعني. تمام، ده الموديول ودي وده الكلاس. بامبورت من الموديول بتاعي اللي هو اي بي سي كلاس اي بي سي. وبامبورت برضو الكيورد abstract method. بكريت ابكس abstract class ازاي؟ حلو جدا. اتفقنا ان انا عشان انهرت شوية properties يبقى لازم اعمل الشكل بتاع الانهيرتنس المعروف parent و child base و derived. فانا هنا هكريت كلاس اسمه shape. هو abstract class ازاي؟ ان انا بعمل inherit من الكلاس اللي اسمه abc abstract base class. وبديفاين جواه abstract methods زي ايه؟ زي الاريا. بقول define area self. وعشان في البايثون ما ينفعش الفانكشن تكون فاضية، فلازم اكتب جواها باس. قبل الفانكشن بتاعتي بحط keyword abstract method. حلو جدا. طيب، يبقى انا كده قدرت اديفاين abstract class. لازم بقى الابستراكت كلاس ما ينفعش اعمل منها انستنس. لو عملت منها انستنس هتضرب لي ايرور. لو حاولت انستنشيت اوبجكت من الابستراكت كلاس مش هينفع. بس ينفع اعمل انهيرت من الابستراكت كلاس واعمل اوفر رايد للميثودز اللي هي ابستراكتد. زي هنا في سيركل بانهيرت من شيب، وريكتانجل بانهيرت برضو من شيب. الاتنين عندهم init functions زي ما اتفقنا. تمام. والاتنين بيوفر رايدوا الاريا. يبقى الاتنين عندهم init، والاتنين بيوفر رايدوا الاريا. طيب هتقول لي السوبر كيورد فين؟ اقول لك السوبر كيورد بنستخدمها لو احنا محتاجين آه، ننده الانت بتاع البيرنت بتاعنا. بس انا مش محتاجه هنا. انا هعمل انت لنفسي للسيركل، وهعمل انت لنفسي اللي هو كاركتانجل، وهو اوفر رايد الاريا وهو اوفر رايد الاريا في الحالتين. طيب حلو جدا. يبقى انا كده عرفت ازاي اكريت ابستراكت كلاس واكريت ابستراكت وكريت تشايلد للابستراكت كلاس ديت. طيب خلينا نجرب كده مع بعض. from abc import. ماشي، بس بياخد وقت عشان يكونكت. احنا اول حاجه زي ما اتفقنا بنعمل import للابستراكت كلاس والكيورد abstract method. حلو جدا. بعد كده هنكرييت الابستراكت كلاس بتاعنا. هنقول كلاس shape ودوت abstract. فهنعمل inherit من abc. بعد كده هنقول ان انا عندي abstract method اللي هي def area. واريا لازم نبعت سيلف. اوكي. بعد كده هنقول باس.
يبقى انا كده كريت الحته دي، كريت فيها الابستراكت كلاس بتاعي. ماشي، حلو جدا. طيب نيجي بقى نعمل التشايلدز بتوعه اللي هما بينهرتوا من الابستراكت كلاس. هنقول كلاس سيركل بتنهرت من شيب. ماشي، وبعد كده هنقول ان هو عنده اندرسكور انت. الانت فانكشن بتاعتنا تاخد سيلف وراديوس. نقول سيلف دوت ار بتساوي ار. هندفاين هن اوفر رايد الابستراكت فانكشن بتاعتنا، ولازم تكون بتاخد نفس عدد الارجيومنتس. يعني هنا بتاخد سيلف بس، هنا هتاخد سيلف بس. هنخليها تبرنت ايه بقى؟ 3.14 multiply ار باور 2. ماشي، احنا كده قدرنا نكريت الكلاس شيب. لو قلنا هنكريت الكلاس ريكتانجل برضو، كريتنا كلاس شيب، كريتنا كلاس سيركل، نكريت الكلاس ريكتانجل. تاخد W و H سيلف. W يساوي W، سوري، وسيلف دوت H بتساوي H. بعد كده هنديفاين اهو، هنوفر رايت الاريا. دي بتعمل ايه؟ الاريا هي H multiply H multiply W. طيب حلو جدا. طيب تعالى نكريت انستنس، نقول C1 بتساوي C of 3. R1 يساوي R of 4 و 5. تمام. لو قلنا C1 دوت area و R1 دوت area. اه سوري، احنا المفروض نكتب هنا سيلف دوت، مننساش سيلف دوت، وهنا سيلف دوت، سيلف دوت. هي لازم. ماشي، قلنا create new instances عشان هو already خلاص created بالاولد كلاس. لو كان فيه غلطة فاحنا هنكريت كلاس جديد. وعنده مشكلة في الار برضو، سيلف دوت ار. اه احنا ما رنناش، لازم رن، لازم نرن الكود سيكشن اللي احنا عدلنا فيه. فكده الكلاس اتعمل له ابديت، والكلاس اتعمل له ابديت. كان ابديت ديت كده، ابديت ديت تمام. هنلاقي ان احنا قدرنا نكريت الابستراكت كلاس بتاعنا، وبقى عنده تو تشايلدز. التو تشايلدز دولت قدروا ينهرتوا الاريا فانكشن، بس لازم يعملوها اوفر رايدنج، لازم يكتبوا هم الامبلمنتيشن بتاعها. فالامبلمنتيشن بتاعها في حالة السيركل هو باي ار سكوير، وفي حالة الريكتانجل هو لينس في ويدث. قدرنا نكريت اتنين انستنس من تو كلاسز، وندهنا الفانكشنز. كل فانكشن ندهت الاريا بتاعتها. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ بنعمل كده عشان اي حد هيروح ييوز
السيستم بتاعنا يبقى عارف ان هو هيروح بس يبص على الابستراكت كلاس، مش محتاج يبص على كلاس من اللي موجودين عندنا ويعرف الامبلمنتيشن بتاعه عامل ازاي. هو لما يبص على الابستراكت كلاس هيبقى فاهم ان السيستم بتاعنا فيه شويه شيبس وكلهم بيمبلمنتوا ارياز، لازم كلهم يمبلمنتوا ارياز. يبقى انا اي كلاس موجود عندي في السيستم بتاعي اللي انا مبروفايده في الموديول بتاعي، المفروض هيبروفايد اريا ميثود. مش لازم بقى اروح اتاكد افتحهم كلهم اتاكد ان فيهم اريا. طبعا الكلام ده على السكيل بتاع الاكزامبل بتاعنا هو كلام صغير، بس بعد كده هنلاقي قدام ان في شويه بارامترز على طول موجودين، وفي مثلا شويه ميثودز على طول موجودين، وفي الجوريزم معين المفروض يبقى implemented فيهم كلهم، بيديبند على التايب بتاع كل واحد فيهم. فمن خلال الابستراكت كلاس انا عملت ابستراكشن لليوزر بتاعي اللي هو برضه سوفت وير انجينير، من ان هو يحتاج يبص على كل الكلاسز واحده ورا التانية. هو بس يحتاج يبص على الشيب كلاس عشان يعرف ان كلهم هيمبلمنتوا الاريا ميثود. طيب، حلو جدا الكلام دوت. خلينا نكمل في اللي كنا بنقوله. بعد ما اتكلمنا عن الابستراكشن وان احنا نقدر نكريت ابستراكت كلاس وابستراكت ميثود، وان احنا نقدر ننهرت من الابستراكت كلاس ونقدر نوفررايد الابستراكت ميثودز، هنتكلم عن البوليمورفيزم. البوليمورفيزم المينينج بتاعها في الانجليش ميني فورمز، اشكال كتير. ده قصدنا بيه ايه؟ قصدنا بيه الميثودز والفانكشنز والاوبريتورز، ان انا يبقى عندي اشكال كتير من الميثودز والاوبريتورز